الناس. يعني انا لما كل الناس عارفه انا جايه مع حضرتك كلهم حابين ادوار حضرتك وفاكرينها وبيحبوها ويقولوا لي الله يا بختك، والله يا بختك، دي هتلاقي كومنت عندي يا بختك، لان حضرتك عملتي اعمال مهمه وجاده وممثله حقيقيه. فالفكره ان في بعض الناس بتحس ان هو ممكن يمثل بسهوله. طب غمض عينيك كده، غمض عينيك دلوقتي حالا. طيب ماشي اهو. أنا كاليميرو وكاليميرو يحب البيض الطازج. ده دوبلاج. ها الدوبلاج دي مهاره رهيبه برضه يعني. والله لسه انت كتبت كرتون عزوز وانا مت غيره، قلت ليه انا مش معاكم؟ انا اعتبر بطله كرتونيه، عندي بطولات، عملت كاليميرو والنيلز والرحاله الصغير. دي من اصعب المواهب على فكره والمهارات. طبعا طبعا. انت تدي انطباع. بس ما اعرفش هل لعبت ادوار وشخصيات وحاجات كده؟ دوبلاج الحقيقه سجلت زمان حاجات وبس انا ما حبيتهاش، يعني حسيت ان انا مش هعرف، مش بتاعتي. عايزه مهاره فعلا خاصه، موهبه خاصه. دي متعه الدنيا، انك انت بتشوف شخصيه قدامك مرسومه انت لازم تقلد صوتها، فدي حاجه في منتهى الصعوبه. فحسيت كمان ان هي ممكن تاخدني في ان انا دايما ابقى معتمد على فكره التلوين الصوتي والبتاع. انا برضو عايز اعتمد على فكره التعبير الشكل الداخلي. يعني الداخلي والملامح والصوت يطلع حسب الشخصيه، لكن هي مهاره جباره يعني. يعني كتبت بارت 2 من قبطان عزوز اعتقد. كانوا عملوا الجزء الاول وسامح حسين والمنتج اللي اتقابلت معاهم قالوا لي انت بتكتب، وكنت كاتب في قهوه ساده حاجات كتير جدا، وكتبت حلوه الدنيا سكر كمان مسلسل. صح. يعني حضرتك تملك الكتابه. والله لسه ما انطلقتش الانطلاقه المظبوطه في الكتابه، بس عندي مشروعات كتير بعرضها على ناس احيانا بتتوافق مع افكارهم واحيانا لا، لان الكتابه بالذات في مصر يعني كتابه الحلوه الدنيا سكر 5 حلقات حدوته الحمد لله من احلى حواديت المسلسل اللي هي لا سحر ولا شعوذه، وكانت حوالي 8 حواديت المسلسل. وهنا كانت فيها انا رائعه اصلا في المسلسل ده، وكنت اتمنى انها تمشي في السكه دي لان هي محبوبه جدا برضو من الاطفال والتين ايجر وكده. فكان ممكن تمشي في السكه دي، اتمنى ترجع لها يعني. وفي نفس الوقت كتبت برضو 5 حلقات مع استاذ كمال ابو ريا، اخراج احمد خالد امين، اسمها قلب مفتوح. بس دي كانت حاجات انا مكلف بيها من الشركه يعني كريم ابو ذكري منتج حلوه الدنيا سكر قال لي تكتب فكره لهنا، قلت له بس هتبقى 5 حلقات، قلت له ماشي. عرضت عليه حوالي 5 افكار، اخترنا لا سحر ولا شعوذه. كذلك في قلب مفتوح عايزين نعمل حاجه عن السوشيال ميديا وتاثيرها مثلا على سن معين اللي هو الاب اللي ولاده نضجوا وبتاع، ماذا لو دخل في السوشيال. فجبت راجل دكتور قلب اللي هو استاذ كمال ابو ريا، ملوش علاقه بالحياه خالص، السوشيال ميديا معاه تليفون قديم اللي هو الو وبتاع. ففجاه جابوا له عيد ميلاده تليفون من السمارت فون يا بابا عشان تكلمنا، وابنه سافر. الاحداث دخل بقى واحده بقى تقول له ازاي حضرتك وانت عامل بدات تبتزه ماديا، هو مش دريان بقى، فرحان بقى له هاي. عارفين رجاله للاسف بيفرحوا بالهبل ده يعني بتبقى جديده عليه اللي هو. وبعدين هو في سن معين، بنته بقت في الجامعه، ابنه سافر يدخل الجامعه بره، فقاعد في احساس برضه ان الحياه ممله. فالله واحده بتقول لي هاي انا فلانه، ودخلنا بقى في القصه دي حياتك وطلعت واحده تانية خالص. حياتك انت مش ممله الله خالص. يخلي حضرتك. انا بحاول انكش كده اطلع المعلق الرياضي والمؤلف وما اقدرش. انا بعمل الحاجات دي كتير مع بنتي والله، حتى انا فكرتيها عليك مثلا يعني ممكن نبقى بنسوقها، هي عندها 8 سنين، فممكن نبقى بنسوق العربيه حتى بتقول لي ابقى اعمل لي علق لي على السباق، لان في ناس بتبصر علينا وبتعمل حاجات غريبه ولا شوف الله عد مني يلا يبقى عايز لها الطريق يعني اللي هو سباق فورمولا يعني، على فكره كيف كده يعني. احنا الاثنين زملكاويه طحن. زملكاويه، لا بلاش دي بتدي حق احنا رايحين فين. ايوه ما هو الى مستقبل، الى اي مستقبل ياخذونا بس حلو الالتزام، وده يعني انه فيك حته الاخلاص. الحمد لله. صعب جدا تكون زملكاوي ما يكونش عندك صفه الاخلاص، لانه دي في كل الصعود والهبوط الزملكاوي مع فريقه. ما هو فعلا احنا بنشجع الزمالك لان بنحبه، جمهورنا عظيم. وياما شرحت الفكره دي برضو، ما في ناس يا جماعه بتشجع نادي ويست بروميتش وبيشجعوا برايتون وبيشجعوا انديه ما خدتش بطولات اساسا، من بالك احنا بناخد كل سنه على الاقل بطوله يعني. فانت ومش هدفنا البطوله. لا احنا مش هدفنا، احنا نادي عريق نستمتع بالحب بس. الحقيقه ما اقدرش اعدي يعني الحوار الا واتكلم عن الصعيدي، ولما اقول صعيدي اقول مين؟ فزاع. ايوه هو ازاي يعني مين اللي قال انت تعمل الشخصيه دي؟ مخرج، الكاتب، مكي، العبقري التاني كمان. هو ما تقدريش تفصلي مكي عن احمد الجندي، يعني هم يعني هم اسمهم جندي ومكي يعني هم كتله على بعض كده، ابداعهم مع بعض. هم الحقيقه لما جم اختاروني من قهوه ساده انا ومحمد سلام، عملنا معاهم طير انت، اولا كانت مغامره منهم، هو بيعمل بطولته الثانيه وبيغامر بناس مش معروفه خالص لسه، فالحمد لله وفقنا جدا معاه، فعملنا الكيمياء دي يعني، بقى في دنيا وفي مكي وفي هشام وفي سلام، وبدات الكيمياء دي تتركب على بعض. فلما جم يعملوا مسلسل كبير استغلالا لنجاح طير انت وشخصيه الصعيدي اللي عملت شغل مع الناس في الفيلم، صحيح.
والولد اللي هو اللطيف الخفيف اللي مش عارف جاي من امريكا وعمل ازاي عشان يعمل برضو تيمه التوأم دي. بدأ يقولوا لي في شخصيه اسمها فزاع ومش عارف ايه، انت هتعملها حلو جدا. فانا بقول لهم عمري ما عملت صعيدي وخايف نعمله كليشيه. قالوا لي اعملوا كليشيه، يعني اعملوا كليشيه وزي شبه المسلسلات والحاجات دي الاوفر اللي بيعملوها. فبدات اذاكر في الكليشيه، يعني بدات اروح بقى اتفرج على ذئاب الجبل واتفرج على الحاجات الجاده جدا. وبدات اتاثر بشخصيه استاذ عبد الله غيث، ان هو ابو بكر اللي ما اعرفش الجد، بس هو حقيقي، بس هو راجل حقيقي وضخم وعظمه كده. فالزع بقى بيبان انه جد ويبدو انه جاد ويبدو انه حقيقي، بس فجاه بيتصرف تصرفات صبيانيه وتافهه وطفوليه، ويعني هنا الضحك جاي من ربنا رحمك انك ما وقفتش قدام العملاق عبد الله غيث. ده مرعب، انا بتفرج بقى يعني مرعب اداؤه. ايه الحضور ده ما شاء الله، ده حقيقي. وما بتعرفش امتى وازاي بيديك، لانه في عنده قدره على تملك الصمت. انا عندي حته بحبها له قوي دايما، يعني لما بكون عايز اهزر مع حد وخلاص عايز اقفل الحوار يعني، انا مش عارف ابي هم ولا استاذ عبد الله غيث في الرساله قال له ردها عليا ان استطعت. انا بترعب اساسا من الاداء ده في البيت، فلو بقولها لحد خلاص عشان اقفل الكلام بقى مفيش. عمل تحدي مع الله يرحمه عمنا الله يرحمه، انا بتقطع كل ما افتكره، حسن حسني. الله يرحمه. قال له انا كنت جايه جديد، البت دي انا هخليها تتلخبط. قال له مش هتتلخبط. قال له شوف انا هعمل ايه. فراح عمل ايه؟ طبعا مش عارفه، جايه جديد غلبانه حماس بقى وبعمل وداع قرطبه. فراح واقف كده وعينه في عيني وعينيا عينيه في ما تفهمش 500 بروجيكتور في عينيه، على اساس انه طالما انا كده في عينك مش هتعرفي تقولي كلمه. صح. فرحت قايله لما خلصت قال له ادفع عم حسن حسني. ايوه. قول لنا كده خبر اكسكلوسيف، احنا هيبقى فيه اجزاء جديده من الكبير قوي، وايه اللي بتحضروه والله ولا إيه؟ يعني